السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه رأيكم نيجي نعمل قرص المخابز بالعجوة؟ حلوة جدا لما تحطيها بقى في اللانش بوكس لأولادك او يفطروا بيها الصبح. العجوة تديهم طاقة ونشاط، وطعمها حلو جدا، وهنعملها بطريقة سهلة ومش مكلفة. بس اهم حاجة ما تنسوش تعملوا اعجاب للفيديو، اشتراك للقناة، وتفعلوا زر الجرس. نقول بسم الله ونبتدي. معايا نص كيلو دقيق يكون منخول جميع الاستخدامات او للمخبوزات. يعني نص كيلو دقيق يعني 3 كوبايات ونص من الكوباية دي. ومعايا 3 معالق كبار سكر، ومعلقة كبيرة خميرة، ونص معلقة صغيرة بيكنج باودر، ورشة ملح، ومعلقة كبيرة خل، وربع كوباية زيت، وكوباية مية تكون دافية. ولو كمان عندك معلقتين لبن بودر حلوة جدا في العجينة. هاخد كوباية المية واحط فيها 3 معالق السكر كلهم اللي هم هنحطهم في العجينة، وهحط عليها كمان معلقة الخميرة، واقلبهم كده واسيبهم على جنب. بعد كده هاخد الدقيق بتاعنا، احط عليه البيكنج باودر والملح واقلبهم مع بعض. بعد كده هحط عليه ربع كوباية زيت ومعلقة الخل، وابتدي كده افركهم بقى بايدي مع بعض، واحط عليهم بقى الكوباية المية بالخميرة والسكر، وابتدي بقى اعجن في العجينة بتاعتي. اعجنها بقى كويس اوي، اخلط كله، واجيب بقى الدقيق من تحت ومن الجوانب، افضل اعجن فيها لغايه ما تتكون معايا كوره تبقى طريه ولينه معايا. العجينه كل ما تعجنيها تديكي نتيجه كويس اوي. اهم حاجه في العجين ان انت تعجنيها كويس اوي وتريحيها، تسيبيها تخمر برضو كويس جدا. زي ما انتم شايفين العجينه اتعجنت وبقت طريه وحلوه جدا. هغطيها بقى واسيبها تخمر. العجينة بتاعتنا بعد ما خمرت، شايفين خمرت والعجينة طرية وحلوة جدا جدا، لان هي مخدومة. زي ما قلت لكم اهم حاجة في العجين ان انت تخدميها، تعجنيها كويس جدا وتسيبيها برضو تخمر كويس. هاخد كده العجينة زي ما انتوا شايفينها، هلفها بقى رول كده، وهقطعها قطع زي ما انت عايزة بقى. القرص بتاعتك كبيرة او صغيرة حسب الحجم اللي انت عايزاه. انا النص كيلو ده عملت 17 قطعة، لان انا عاملاها صغيرة شوية. لو انت عايزاها كبيرة ممكن تخليهم 12 او 14 قطعة. واخد قطعة قطعة كده بعد ما قطعتها، اروح مكوراها بايدي زي ما انتوا شايفين كده عشان تبقى ناعمة معايا، واحطهم بقى بالتساوي، وهروح مغطياهم، واخد قطعة قطعة. يعني اخد الاول كرة عملتها هي اللي هشتغل بيها الاول. والقرص بتاعتنا دي هنحشيها طبعا بالعجوة. جبت بقى دي حوالي يعني ربع كيلو او اقل، مش هياخد منك على فكرة نص كيلو كتير، تقريبا ربع كيلو. حطيت عليها كده معلقة زبدة وشوية سمسم، وابتدي اقلبهم مع بعض عشان يطروا ويبقى طعمها حلو معايا. واشكلها بقى، اعملها كور كده وابططها زي القرصة الصغير. واخد بقى اول كرة انا عملتها وبايدي، شايفين العجينة معايا حلوة جدا جدا. هروح مبططاها كده بايدي، بس على فكرة نخلي من النص تبقى تخينة، ما نرفعهاش عشان تستحمل العجوة لما نحطها. نبططها كده بايدي زي ما انتوا شايفينها، ونخلي سمكها تخين شوية. هنروح حاطين قرص العجوة ونقفل بقى عليها، شايفين؟ هنقفل بقى عليها كده كويس قوي. بعد كده هنروح قلبنا ونبططها بقى بايدينا، ما نخليش القرصة تبقى رفيعة، لا احنا القرصة دي تبقى تخينة كده شوية. وهجيب بقى غطا ازازة، اي غطا ازازة عندك، هنروح جايبينه عاملين علامة في النص، في النص كده هنعمل علامة بالغطا. وهجيب بقى المقص او السكينة بتاعتك، وهنروح قصين، شايفين زي ما انتوا شايفين كده. هنقص بقى الاطراف لغايه العلامه بتاعت غطا الازازه اللي احنا عاملينه. وبعد كده هنمسك طرف طرف ونضمه بايدينا، شايفينه؟ بضمه بايديا كده، يبقى شكلها زي الورده بالظبط، شكلها حلو جدا. وعلى فكره احنا ممكن ما نعملش، لا نقص ولا نعمل كده، ممكن نسيبها عادي، تعمليها زي القرصه كده الساده العادي اهو بالطريقه دي، ممكن تسيبيها. بس انا عملت الشكل ده عشان يبقى شكلها حلو، شكل الورده، وتجذب كمان ولادنا وياخدوها معاهم في المدارس، تحطها لهم كده في اللانش بوكس. افضل بقى اعمل الكميه بتاعتي لغايه ما اخلصها كلها بنفس الطريقه. خلصت الكميه زي ما انتم شايفين، الله على الجمال، شايفين الوردات شكلها حلو جدا جدا. هسيبها بقى لغايه ما تخمر كده شويه. بعد ما القرص بتاعتنا سبتها كده حوالي 10 دقايق تخمر، هجيب بضايه كامله
وهجيب معلقه خل وشويه فانيليا، وممكن تدهنيها باي حاجه، اي حاجه تعجبك ممكن تدهنيها، ان شاء الله شويه حليب بس كده. بكون مشغله الفرن، طبعا الفرن يكون سخن على درجه حراره 200. هدخلها الفرن مش هتغيب معانا، وخلي بالكم منها. الله على الجمال والتحفه، شايفين الشكل؟ وطريه معانا ومغذيه وحلوه جدا جدا جدا. شايفين الطراوه اللي فيها وشكلها حلوه جدا جدا. ليه بقى نروح نشتريها من بره لما نقدر نعملها؟ يعني مش هتكلفنا حاجه، حاجات بسيطه جدا. لكن لو رحت اشتريتي من بره هتشتري الواحده بكام؟ بمبلغ وقدره. فاعمليها كمان لولادك وحطها لهم في اللانش بوكس. ولو عامله كميه كبيره ممكن تحطي في علب او في اكياس وتشيلهم في الفريزر، وكل يوم تطلعي منها، تبقى طازه وحلوه جدا. ودلعي بيها اولادك واعملي لهم القرص بالعجوه. بس اهم حاجه ما تنسوش تعملوا اعجاب للفيديو، اشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.